السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وتكونوا كامل في صحة جيدة، في احسن الاحوال، فرحانات مطمئنات. مرحبا بكم حبوبات في فيديو جديد. وقبل ما نبداوها نحبكم كامل تصليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاة وسلام. كما نحبكم تترحموا على ميمتي وجميع الموتى المسلمين، ربي يرحمهم ان شاء الله ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة بجوار حبيبه المصطفى، امين يا رب العالمين. دونك اليوم حبيباتي جيت نشارك معكم وصفة نتاع قلب اللوز من أروع ما يكون، مستحيل ما تنجحش معكم. درتها نظرا لطلب مشتركة وفية معنا في القناة أم خليل، نوجه لها تحية خاصة. دونك راح نشاركها معكم في هذا البلاطو. البنات الصغيرون ننصحكم انكم تشريوه، يعني راح يخرج معكم حوالي كاكا 6 حبات ولا 7، يعني كمية قليلة اللي تكونسوميوها ما تقعدش تطين معكم وقت طويل. وبالنسبة للبلاطو البنات السعر تاعو غير ب20، متواجد في الأسواق بكثرة. ننصحكم تشريوه، عنده عدة استعمالات. ديروا فيه قلب اللوز، المقروض هذاك البليدي، البقلاوة، يعني بزاف حاجات اللي تقدروا ديروهم في هذا البلاطو وما يهزش كمية كبيرة. روحوا دركا لوصفتنا البنات. أول حاجة سبقت بها واللي هي الشربات اللي لازم تطيب وتبرد. واش درت فيها؟ كنت كيلت بالفنجان البنات الكبير نتاع القهوة، درت 2 فناجل نتاع سكر مع 4 نتاع ما طرونش تاع قارص، ووديتهم فوق النار يغليو. من جهه اخرى جيت لهنا راح نبدا في القلب اللوز تاعي. حكمت هنا كاسرونه، درت فيها لهنا فنجال ونص نتاع سكر. ركزوا مليح البنات، يعني فنجال ونص تاع سكر كما راكم تشوفوا. راح نجيب بنفس الفنجال ندير نص ماء ونص ما زهر كما راكم تلاحظوا، وراح نديهم لهنا فوق النار حتى يبداو يغليو. وهذاك السكر يا البنات يدوب كامل، يعني ضروري السكر لهنا لازم يدوب. وهذا هو السر نتاع نجاح قلب اللوز تاعكم. مستحيل يا البنات ما ينجحش معاكم. من جهه اخرى جيت لهنا راح نكيل السميد. بالنسبه للشيشه البنات يعني شريتها من سوبيرات، راهم يبيعوها باغتو، اللي يبيعوا الكاطو، اللي يبيعوا العقاقر. يعني الشيشه نتاع قلب اللوز السعر تاعها على ما اظن البنات دير ب 12 نف ولا ب 15 في الكيلو، يعني الزوج تاعي هو اللي شراها لي. واش درت؟ كيلت لهنا 3 فناجل نتاع السميد. كيف ما تعرفوا يعني السنيوه تاعكم هذاك هو السميد اللي يناسبها. راح تحطوهم بهذه الطريقه، تحاولوا تسويوهم وتكيلوا بالصباع نتاعكم. يعني لازم يجي سميد فوق الظفر غير بشويه. شوفوا هنا البنات هكا يجي غير شويه طالع هكا، يعني قلب اللوز تاعكم راح يجيكم مليح. هنا راح نجيب الغيسيبيون نفرغ هذوك 3 كيلات ولا 3 فناجل تاعي نتاع السميد. راح نضيف عليهم القرصه تاع الملح اللي لازم تكون ضروريه في القلب اللوز تاعكم باش ما يجيكمش صامت. وراح نزيد لهنا مغرف صغيره نتاع لافاني باش تعطيني هذيك الطعمه المليحه للقلب اللوز نتاعنا. خلط كلش مع بعض. نرجعوا درك البنات لهنا لهداك السيرو اللي حطيناه يطيب. دونك هاوليكم هنا حبيباتي على نار اللي تكون هاديه، يعني ما تقويولوش النار ياسر، تقعدوا تحركوا حتى يذوب كامل هذاك السكر. من بعديك راح ندي هذا السيروم ونخليه حتى يبرد تماما. هنا الشربات نتاعي حبيباتي راهي بدات تغلي، نحسب لها حوالي 10 دقائق. من بعديك راح نزيد لها نص فنجان نتاع ما زهر ونطفي عليها. شوفوا هنا البنات السيرو تاعنا هاوليكم، يعني كامل هذاك السكر داب. هنا راح نحيه نديه نبردو في حاجه اللي تكون كبيره، لازم يبرد تماما حبيباتي. ونبدا يعني نوجد في قلب اللوز تاعي. هنا الشربات من بعد ما غلات حسبت لها 10 دقائق، ضفت لها هذاك النص فنجان تاع ما زهر وطفيت عليها مباشره وراح نخليها تبرد. نرجعوا دركا لقلب اللوز نتاعنا. حكمت هذيك السنيوه اول حاجه راني ندهن فيها بالسمن، يعني من المستحسن انه السنيوه تاعكم تدهنوها بالسمن هكا باش يجيكم بنين. الا ما عندكمش تقدروا ديروا زبده عادي مارغرين ولا الزيت، يقعد لكم الاختيار. حطيت السنيوه تاعي بشيه. من بعديك جبت هذاك السيرو يا البنات من بعد ما برد ضفته على قلب اللوز نتاعي ولا على السميد نتاعي وراح نبدا نبسس فيه. نقعدوا هكا نحكوا بالاطراف الاصابع حوالي هكا 10 دقائق ربع ساعه، يعني حتى تشوفوا باللي كامل الحبات نتاعكم تاع السميد تشمخوا وراح يطلق روحه. شوفوا البنات تحصلوا عليه بهذه الطريقه. دونك واش راح ندير؟ راح نجيب هذيك السنيوه ونقسم لهنا الخليط تاعي على زوج. هنا الا حبيتوا تحشيوه كما درتو انا دونك تقسموه على زوج. الا ما حبيتوش تحشيوه تحطوا كامل الكميه تاعكم وتسويوها بالسطح تاع المغرف. انا اليوم قلب اللوز تاعي راح نديرو محشي، دونك حطيت لهنا نصف الكميه. راح نسويها غير باطراف الاصابع، يعني هنا مرحله مهمه يا البنات، ما تضغطوش على السميد نتاعكم هكا باش قلب
اللوز نتاعكم ما يجيكمش معجن. من بعد خديت لهنا كميه من الكاوكاو، حوالي البنات غير هكا 2 مغارف ولا 3 نتاع كاوكاو كنت قليته رحيته وراح نحطو كطبقه ثانيه. من بعد جبتكم هاد لاستيوس حبيباتي اللي يديروها اصحاب المحلات، في ساعات اخرين تشريو قلب اللوز تلقاو فيه هذيك الطبقه السوداء اللي في النص. واش هو السر تاعها البنات؟ السر تاعها هو الكاكاو، يعني تديو هكا شويه نتاع كاكاو ترشوه على هذاك الكاوكاو كما راكم تلاحظوا، يعني طبقه خير خفيفه، وهذا هو السر باش تبان هذيك الحشوه. درت طبقه خفيفه نتاع الكاكاو بالصفايه بهذه الطريقه. من بعديك راح نحط الطبقه الثانيه، يعني طريقه سهله يا البنات بسيطه، وراح تطيبوه في دقيقته، يعني ما تخليوه لا يرتاح لا حد شيء. هذا قلب اللوز البنات اكسبريس، السر كامل في هذاك السيرو اللي كنا طيبناه مع الاول، دونك ضمننا باللي السكر تاعنا داب. باسكو البنات قلب اللوز تاعكم كيجيكم يابس، المشكل في السكر انه ما دابش كامل. دونك هنا من بعد ما حطيت هذيك الطبقه الثانيه جبت لهنا المغرف تاعي شمختها غير بشويه نتاع ماء، وراح نسوي له السطح تاعو بهذه الطريقه، ما تضغطوش ياسر، غير خفيف خفيف حتى تسقموها بهذا الشكل. من بعد جبت لهنا حوالي كاكا مغرف نتاع السمن ذوبتها، راح ندهنها هكا على السطح نتاع قلب اللوز نتاعي. نجيب لهنا سكينه وراح نرسم الحبات، هنا غير البنات طراسيو ما تقطعوش، طراسيو الحبات نتاعكم، زينوهم بالكاوكاو ولا باللوز يقول لكم الاختيار. من بعدك مباشره راح تدخلوه للفرن، شعلوا له الساعه من تحت على 180 درجه، خليوه حتى تشوفوا الاطراف تاعكم احمروا. من بعدك راح تشعلوا له من الفوق يدي هذيك التحميره المليحه وتخرجوه. وهاوليكم هنا حبيباتي من بعد ما طاب، شوفوا كيف ما تحمر الله الله. هنا راح نقسم الحبات نتاعي ونجيب هذيك الشربات ونسقي بها القلب اللوز. شوفوا هنا حبيباتي البلاطو تاعي كان فيه واحد المشكل انه يعني هذوك الجوانب تاعو يخرجوا الشربات، كنت غلطت نورمالمون مع الاول نضغط هذوك الاطراف مليح مليح باش ما يسيحليش هذيك الشربات. دونك من بعد ما كملت سقيته واش درت له البنات؟ عاودت دخلت له للفرن اللي يكون شاعل غير من الفوق، خليته حوالي هكا 4 دقائق 5، يعني لازم تخليوه في الفرن شاعل. من بعد ما تلوحوا له الشربات نتاعو جوست ما تشوفوا هذيك الطبقه اللي من الفوق ولا طريه راح تخرجوه وتخليوه يعني حتى يبرد تماما حوالي هكا 4 سوايع 5. انا هنا البنات مباشره يعني مازالوا سخون وقطعته معكم، وشوفوا كيف ما يعني ما خليتوش حتى شرب مليح مليح. صدقوني يا البنات هذا الطريقه مستحيل ما ينجحش معكم. دونك هنا حبيباتي نكون وصلت نهايه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها كانت خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى انها نالت اعجابكم. ولا عجبتكم حبيباتي ما تنساونيش بهذاك الجيم والكومنتير الحلو كيما نتوما. لاول مره تشوف قناتي نقول لك حبيبتي ما تنسايش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديد القناه. دونك بقى لي غير نقول لكم ما تنساونيش بالترحم على ميمتي الغاليه، ربي يرحمها ان شاء الله ويغفر لها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه بجوار حبيبه المصطفى هي وجميع الموتى المسلمين. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وسنوني في فيديو